فاتفق مع واحد صاحبه اللي هو اسمه حسين محمد. اتفق معاه ان هو هيدخل عليها وهو هيكون سايب له المفتاح في الباب. وبالفعل بيدخل حسين بس في وضع زي ما انتم شايفين كده وهو لابس النقاب. بيدخل عليها والمفروض ان هو بيدخل يعتدي عليها، وده طبعا بالاتفاق مع زوجها اللي اسمه احمد رضا، ان هو قال له هتروح تعتدي عليها والمفروض ان احنا عايزين نحول الموضوع لواقعة زنا، وانا هدخل على طول وبعد كده ههربك وبعد كده هطلعها وكده هعمل اللي انا عايزه. المهم بيروح صاحبنا بالنقاب بتاعه وبيتهجم عليها، ولكن البنت عشان محترمة وكويسة جدا قاومت بكل شراسة، ولكنها طبعا بيكمم بقها وبيعتدي عليها وبيغتصبها. لكن البنت بعد ما بيكمم بقها وكمان بتقاوم معاه فبيجيب حاجة يخنقها بيها لحد ما بتقع على الأرض وبتغمى عليها وبتموت، وبيعرف إن هي ماتت